الشكر. والله ما مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر هو الثناء على المنعم بما أولاكه من معروف. وما بيناسي شكرا يعني سباس كردن، هو الثناء على المنعم يعني سنا كردن ومدحي أو كسيكوا خاون نعمة كان كشيء خوي تبارك وتعالى بما أولاكه من معروف وأوهم نعمتيك و دس بيش خربو خوي تبارك وتعالى وبيتي بخشي ولا شاكا. وشكر العبد يدور على 3 أركان. أمس برسيارة أركان الشكر يا كم؟ لا يكون شكورا إلا بمجموعها، وهي الاعتراف بالنعمة باطنا، والتحدث بها ظاهرا، والاستعانة بها على طاعة الله. بۆ يعني شكر لەسەر سێ کۆڵگە دادەمەزرێ ئەبێ ئەم سێ شتەی تا بێ ئەگەر ئەم سێ کۆڵگەی تیانە بێ ئەوە شکرەکەت تەواو نییە. یەکەم شت چییە؟ الاعتراف بالنعمة باطنا يعني بەدڵەوە اعتراف بکەی کە ئەم نعمەتانە هین کێیە؟ خاوەنەکەی کێیە؟ خوای تبارك وتعالى. ئەمە یەکەم. والتحدث بها ظاهرا ئەمە دووەم بە زبانش وأما بنعمة ربك فحدث يعني باسي نعمة غاني خوي تبارك وتعالى بك تشيبو خود بي يعني لبيني خوت وخوا باسي ونعمتاني خوي تبارك وتعالى لسرد بي يعني بو خلقي كبيويستي كرد باس كردني نعمة غاني خوي تبارك وتعالى لسرد باس بكري. سيم والاستعانة بها على طاعة الله بو نعمتاني خوي تبارك وتعالى طاعتي خوي تبارك وتعالى بيبكي واتا او نعمتاني يارمتي درد بن بو اوي خوي گورا بفرستي طاعه جرايلي فرمانه كاني بي بله. فالشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، فالقلب للمعرفة والمحبة، واللسان للثناء والحمد، والجوارح لاستعمالها في طاعة المشكور وكفه عن معاصيه. واتا يعني الشكر خوي تبارك وتعالى بس شت دكريت بس شت بدلوة وبزبان وهروها شي بلاشة. بوي ليرة برسيارك بنسن ما هي الجوارح التي يقع أو تقع عليها الشكر وما هي أعمالها؟ أعمال تلك الجوارح يعني ما هي الجوارح التي تقع عليها الشكر وما هي أعمالها؟ يعني أعمال تلك الجوارح. يكم تيا القلب أما يكم دانيانا للمعرفة والمحبة كاري دلتيا لا شكري خوي تبارك سباس كردني خوي جورا ها معرفة ومحبة دوشت تي معرفة تيا لا معرفتي بلى ناس أو نعمتاني كخوي تبارك وتعالى بيتي بخشيوا بناسي وواد لي بك كخوي تبارك وتعالى تخوش بيه يعني معرفة الله عز وجل بتلك النعم والمحبة ومحبة الله عز وجل أيزبان الثناء والحمد يعني سنا كردن لسر خوي جورا وسباس كردني خوي تبارك وتعالى. سيم الجوارح لاستعمالها في طاعة المشكور وكفها عن معاصيها بأندام مكاني لا شت أو طاعتي خوي جوربكي وواز بيني لا تاوان. وقد قرن الله سبحانه وتعالى الشكر بالإيمان، وأخبر أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروا وآمنوا به، فقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني واتا يعني إيمان بسراوة تشيوا شكر كردني خوي جورا سباس كردني خوي جورا يعني أجر سباسي خوي جورا نكي هو إيمان التواونية شو إيمان بخوي جورا بها قدري أو نعمتانا أزاني كخوي تبارك وتعالى بسرت رجانديتي يكشي لو أنا جورتري نعمتها كان شيء نعمتي هدايتي إسلام بويا بيوصل سر شكري نعمتها كان خوي جورا بكي أو كات إيمانة تواو كاملة مالي مامس. وأخبر سبحانه أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده، فقال عز وجل:
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وتعني خوي تبارك وتعالى أو كساني تايبت من كردوها بمنتي خويك كين كوني كوا سباسي خوي قوراكن ألم آيتا برسياري كنسين برسياري كما مناسبة ختم الآية بالشاكرين أو بالشكري بوش خوي قورا أم آيتي بالشكر كتايبي هنا مناسبة شيء توانن هم باس شيء كما طبعا آياتي بيشي باس يوكا أخوي تبارك فرمي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه باس يوانك يعني فقير كان كاتياتنا لا في غمر خاص صلى الله عليه وسلم دولة من كان شيء نوت با أوان لمجلس كان يتنبن وإخوي قراء فرمي وكذلك فتنا بعضهم ببعض يعني أم فقير لما كذا تاقي كردنا وبوشة ودولة من كان ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بين من عليهم بماذا؟ فيقول شي منتي بيان بخشيو شي نعمتي بيان بخشيو نعمتي إيمان بويا أو نعمة كأتواني الشكري بك بويا خوي يقول فرمي أليس الله بأعلم بالشاكرين أي خوي تبارك وتعالى نازاني لودو كوملا فقير كانوا دولة من كان نازاني كاما نيان كشكري خوي يقول كان بل خوي يقول زاني كفقير كان بويا الله أعلم بالشاكرين الذين من الله عليهم بالهداية بويا أنعم عليهم بالهداية فهو أعلم بمن يؤدي شكر هذه النعمة بمن يؤدي شكر هذه النعمة بويا والله ما كيتشيا أي أن الله عز وجل أنعم عليهم بالهداية وهو أعلم بمن يؤدي شكر هذه النعمة أو نعمة الهداية. بارك الله فيك. وقسم الناس إلى شكور وكفور فأبغض الشاء إليه الكفر وأهله وأحب الشاء إليه الشكر وأهله. قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. واتعني خلشي ابن دوبا الشوا باش كان سباستو شكري خواي قورا كان باش كان نا كفراني نعمتي خواي قورا كان وبيباور درباري نعمتك كان خواي قورا خواي يعني خلشيش أمدو جورا يا أوتا استجابيان هي بو خواي تبارك وتعالى أو دينه أو بيامي خواي قورا قبولا كان أما أنا شاكرا لبروي يعني هست با نعمتك كان خواي قورا كان وهست بوا كان كخواي پروردگار أم نعمتاني رجاندو بسريان بيوستي بچيا بيوستي بشكر وشكر يكن والله زوري دخلكي يعني بباورنو سباسي خواي قورنا كان لسر نعمتها كان وإن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والله وقال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فعلق سبحانه المزيد بالشكر والمزيد منه لا نهاية له كما لا نهاية لشكره. وقد وقف الله سبحانه كثيرا من الجزاء على المشيئة. نعم. الأخوة تبارك وتعالى علق سبحانه المزيد بالشكر يعني شي كاتب وتي زيادة أخوي قول نعمتك كان كاتك سباسي بكي لئن شكرتم لأزيدنكم والمزيد منه لا نهاية له. نعمتك كان أخوي تبارك وتعالى أو سرينية كتاي بينايا شون شكري نعمتك كان شي كتاي بينايا بولا بري بردوم أو بيتبخشينا نعمتك كان للصاغي لمال لمن دال لأمن لهداية بويا بردوامش تو چی اگی شکری خوای گورا اگی بويا هیچیان کتای بیان هیچیان کتاییان بینایا نشکر کردن نش نعمتکانی خوای تبارک و تعالی بويا خوای تبارک و تعالی زور بی کردو کان زور بی پاداشتکان يعني لسر مشيئتي خوای گورا بستية مشيئتي خوای گورا وكو بومن باسكا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء يعني خوي قولت والله من تانك لفضل كريم خوي إن شاء خوي قولوا يستلي به بله ويغفر وقال من المغفرة ويغفر لمن يشاء
هر تاوانا يعني ليخوش بولا تاوانا كانش أيضا يعني بستراوة شيء مشيئتي خواي قوروا وقال في التوبة ويتوب الله على من يشاء ولا يوش توبة نسراوة وهروها يعني قبول كردني توبة أيضا لسر شماوة لسر بستراوة مشيئتي خواي قوروا بلام في الشكر لا وأطلق نزال الشكر إطلاقا حيث ذكره كقوله تعالى تبارك وتعالى وسنجزي الشاكرين. ومشيئتي بكارني هنا بو الشكر مشيئتي بكارني هنا خواي بربردگار بلي يعني كراوية يعني خواي تبارك وتعالى پاداشت هر أداته بلي. ولما عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكر وأنه من أجل المقامات وأعلاها جعل غايته أن يسعى في قطع الناس عنه فقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. خوي تبارك وتعالى لسورة سبأ فرمي ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يعني إبليس زاني مقام الشكر لله خوي تبارك وتعالى برزا يعني سوني خوارديو تشي بكا وين يبكى يعني شكري خوي قولنا كان هو خوي قولنا فرمي وقليل من عبادي الشكر براسي زور كم لخلقي شكري خوي قولنا أكن بله. ووصف سبحانه وتعالى الشاكرين بأنهم قليل من عباده فقال تعالى وقليل من عبادي الشكور بله. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قام حتى تفرط قدماه فقيل له أتفعل هذا فغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. يعني برسياريا ما مناسبة القول عائشة طبعا عائشة في فرمه برسياريا كرت بوشي يعني أكي والله في غمر خاصة أصلا شيبو أفلا أكون عبدا شكورا يعني مناسبة شيء في غمر خاصة أصلا فرمي أفلا أكون عبدا شكورا وقع تجي في شوكة برسال من تانكت همان والله ما يعني خوي تبارك وتعالى أوهم نعمتي دعوت في غمر خاصة أصلا كجورتين نعمة شيء نعمتي في غمبراتية آية حقي أو نعمة شيء وكشكر بقى خوي تبارك وتعالى كخوي تبارك وتعالى زورترين كس كخوي جورا أناسي كيا في غمر خوي عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم بالله وأتقاكم لله وأخشاكم لله وهيش كسي خوي تبارك وتعالى هرچني مقامي زانستيد زياد كات درباري ناسيني خوي تبارك وتعالى أبيت شي بيت شكر وعبادتي تو بو خوي تبارك وتعالى زيادك بويا برسترين بلاي عبادتي خوي تبارك وتعالى برسترين كسكا عبادتي خوي تبارك وتعالى زورترين كسكيه في غمر خوي صلى الله عليه وسلم بويا أفرمي أفلا أكون عبدا شكورا كمن خوي تبارك وتعالى قشتان زياتر ناسم بنا وكاني بصفاتكاني أشون سباسيناكم لها مكزياتر بله. وثبت في المسند والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بله. والشكر قيد النعم. يعني شيء قيد النعم. لا. بوتا بستيتو. يعني لدست درنات شو نارت. بله. والسبب المزيد. وهو كاري شيء زياد بون. بله. هم بوتا بستيتو كم نكاو لدستي ندي وهم زياد شيء كابوت. كما قال عمر بن العزيز قيد نعم الله بشكر الله. وذكر ابن الدنيا عن علي بن طالب رضي الله عنه انه قال لرجل من همدان ان النعمه موصوله بالشكر. يعني نعمه جيندراو تشي
شكري خواي قولا يندراوة شكري خواي قولا بويا والشكر يتعلق بالمزيد وهما مقرونان في قرن فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من عبده. والشكر يتعلق بالمزيد يعني واتا الزيادة كردني نعمة كان بس تراوة شي شكرا أجر نابت الريحتات شي بكي ينقطع الشكر بله. وقال الحسن أكثر من ذكر هذه النعم فإن ذكرها شكر وقد أمر الله نبيه أن يحدث بنعمة ربه فقال بله. وأما بنعمة ربك فحدث. وكو باس ما قلت من يعني بزبان يوستل سرمان اما باسی نعمتەکانی خوای گەورە بکەین بۆ خەڵکی کاتێک کە پێویستی کرد باسی نعمتەکان بکەین وأما بنعمة ربك فحدث. والله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده فإن ذلك شكرها بلسان الحال. ما هردو شيء يعني والله تعالى يحب أن يرى يعني خلشي بيبينن نعمتكان خوي تبارك وتعالى سر أو عبدي وأن يرى خويش بيبين خوي تبارك وتعالى أثري أو نعمتانك لسر بندكان يدي وأتى إنسان يعني خوي تبارك وتعالى أجر علمي في بخشي تقوى وعبادتي خوي جوري في وديار به ويا وهروها أجر نعمتي مالي في بخشي بيبين يعني بيبين لي لخلشي يعني لخوي تبارك وتعالى كنعمتكان خوي جوري بسري وأنك خوي جوري مال من ضالي زوري في بخشي وتبصيرك لولا يعني خلقت بينا وزن فقير ترين كسي أما براستي يعني لقر نعمتكان خوي جوري يك ناقريت بارك الله فيك والله. وكان أبو المغيرة إذا قيل له كيف أصبحت يا أبا محمد قال أصبحنا مغرقين في النعم عاجزين عن الشكر يتحبب إلينا ربنا وهو غريب عنا وتنقب إليه ونحن إليه محتاجون. مغيرة فرمي يعني بستيارين ليكرت يعني شوني أو شيوت أصبحنا مغرقين في النعم يعني إما لأنه نعمتكان خوي تبارك وتعالى غرق بنا وعاجزين عن الشكر بلام بيد صلاة لويك إما شكر خوي تبارك وتعالى مكين يتحبب إلينا ربنا وهو غني عنا خوي تبارك وتعالى يعني خوش بيستكاو نعمتكان أرجينة السرمان يعني ببيع أوي هيج مصلحتك هبي لقرمان هيج قانزاجك في بقينين بله ونتمقت إليه ونحن إليه محتاجون والله إما يعني تاوان بارين وتاوانكين برانبر خواي جورا وخواي پروردگار لخومان ترأكين لكاتك إما شي إما محتاج خواي جورين أبغايا بالعكس باي وانا يعني تو كسي كمحتاجي تو نبي يعني بيوس ناقة يعني وادر بري كتو اشتي يعني نعمة ببخشي يعني اشتكت ببخشي بري محتاج دنيا والله ما قال محتاج دبو نا خوي تيرت بيشوا خوي خوشويستا قالات شت ببخشي بو اويت او لبري محتاجته اي قازاجي بيبغيني والله ما مسيركي بالعكس نقر خوي تبارك وتعالى اما يعني لحظنيه في عثمان بخوي تبارك وتعالى نبي ولو حالتش خوي تبارك وتعالى نعمت ما بسر ارجيني بلا مما شكري ناكين ونعم معصيتي كاين باورين ما مصطابو هنا التوكل هو صدق واعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار في امور الدنيا والاخره. ما في ناسي توكل تعريفي في توكل بكردي يعني شي پشت بستين بخوي تبارك وتعالى پشت بستين. والتوكل هو الصدق واعتماد القلب على الله يعني راس قويت لويك پشت بخوي تبارك وتعالى ببستي في استجلاب المصالح ودفع المضار لدوشت تيوتي لا بدستهناني شاكا ونعمتكان ولا بردني شي يعني بال بينا نوي خراب كانوا ناخوشكان شي هين دنيا به شي هين قيامة به والله. قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني يتوكل على الله في دفع المضار وجلب المصالح فهو حسبه. يعني شيء فهو حسبه يعني كافيه. خوي تبارك وتعالى بس يتي بو اوي كبشتي بيبستي بو اوي نخوش كانت لسر لا بريه و خوش كانت بو آمد يعني آمد بك يعني بله. فمن حقق التقوى والتوكل اكتفى بذلك في مصالح دينه ودنياه. بله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو انكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. بله. يعني اگر بيته يعني يوب راستي پشت بخواي تبارك وتعالى بستن خواي تبارك وتعالى رزقتان بو يعني رزقتان دا وكو چون يعني رزقي طير ده ببيانيان درس شوي بزق بطالي بلولا وتيتيا سكي برا بلام اللي رشتك ام طيرا دانا نشناو هيلانكي شيك تغدو وتروح يعني اروات وديت بله. من اعظم الاسباب التي يستجلب بها رزقه. هذا الحديث يعني ما صلى الله عليه هذا الحديث اصل. قال ابو حاتم اصل في التوكل وانه من اعظم الاسباب التي يستجلب بها رزقه. يعني ابو حاتم الرازي فرميتشي علي انفر موديه اصلك لويك بشت بخوي بردار باستين وانه من اعظم الاسباب. ابوي وثمان شي وثمان ام تيرا يعني بشتي بخوي بردار بستاوا بلام لناو هيرانكي داننشت بوي انفر موديه اصلك بو اويك تو بشت بخوي تبارك وتعالى ببستي بو دستهناني خوشيكان و هروها اصلك بو دزگرتن بچی اسبابه دزگرتن باسباب كان كواوا يعني رزق پیدا دکا بله. وقال سعيد بن جبير: التوكل جماع الإيمان يعني كوكروي إيمانا توكل بخواي توكل بله. التوكل جماع الإيمان وتحقيق التوكل لا ينافي الأخذ الأسباب. يعني معناه ونيته توكل كذا خواي تبارك وتعالى يعني دست قدرته أسباب كانوا معناه وقت متوكلني لسر خواي جورا نخير نا تو توكل كل سر خواي جورا أود لي دا أخوازك تو تشيبكي دست بأسباب كانوا بقري ناكرت تو نمالو دانشي بلي خواي جورا رزق مدا نمالو دانشي بلي فيري زانستبم نخير. لا يمنع من الأسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى المقدرات بها وجرت سنته في خلقه بذلك. يعني خوي تبارك وتعالى همشتي بستاوتا سببه همشتي بستراوتا سببك يعني كس نامري ببيه هو كار كس لدايق نابي إلا أو هو كرانا بي يعني كجنو بياو يعني نيرومية بابلين زواج بكانوا من ضالين ليبيت ناكري إلا سبب كان هبيت بوي أوشتان دي إلا لبعض حالات نبي خوي تبارك بوي بيشاني عبدكاني بدا كخوي خاوني أسباب كان كتواناي هي ببيع أو هو كارانش اشتكان بين تدي وكو كي وكو عيسى كري مريم وكو آدم عليه الصلاة والسلام خوي تبارك وتعالى درستي أنا كابا بيع ويا أسباباني كهو كارن بو درس كردني مروف يعني بقري تبر آدم ببي باوكو ببي دايك خوي تبارك وتعالى خلقته بيدي درست كرب دستكاني خوي تبارك وتعالى وعيساشي درست كرب ببي أوي باوك به أما خارق للعادة بو أوي خلق واتي نجية كخوي تبارك وتعالى ده صلاتي نية مرافقان درسك إلا أهوانا به نخير بله. فإن الله تعالى أمر بطاعة الأسباب مع أمره بالتوكل فاستعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله والتوكل بالقلب عليه إيمان والتوكل بالقلب عليه إيمان به. واتا يعني خوي تبارك وتعالى خوي فرماني كذا إما بشت بخواب بستين واش تشيج بكين وأسبابكان بقري نبر بويا السعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله أسبابكان بقري تبر بو دستهناني خوشيكان و
پاڵنان بە خراپەکان و ناخۆشیەکان و لادانی خراپەکان ئەمە تاعاتی خوای گەورەیان نا تو تەڵەب عیلمەکەی بۆ ئەوی ببێتە چی بیتە عالم واتە ئەم ڕێگایی کە ئەیگریتە بەر بۆ ئەوەی ببیتە عالم و ببیتە زانا و فێر دینەکەت بی ئەمە تاعاتی خوای گەورەیە ئەمە تو لە تاعاتی خوای گەورەی والتوكل بالقلب عليه وپشت بەخوای گەورە ببەستی و دڵت مطمئن بێ بەخوای گەورە کە بزانی هیچ شتێک بە بێ ویست و ئیرادەی خوای گەورە نابێ ئەوە ئیمانە بەخوای تبارك وتعالى. قال سهل من طعن في الحركة يعني السعي والكسب فقد طعن في السنة ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم والكسب سنته فمن عمل حاله فلا يتركن سنته فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته لا يوانيها فمن عمل على حاله بلى يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم أفرمي سهل من طعن في الحركة يعني في السعي والكسب يعني هش كسي يعني رخنا لو بقريك يعني طعن لو بدا بلي حركة بيوس ناقة كسب بيوس ناقة يعني هولدان بو كسابت أما بيوس ناقة لبرو خواهي رصي نسيوا أما جيا فقد طعن في السنة وطعن كل سنة في غمر خاصة وصل ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان وهش كسي طعن بوبكاكا بلي توكلني إلا أسباب كان هي أو طعن شيء طعن في الإيمان بويا كي طعن في الإيمان القدرية أوانا لين يعني أسباب بس أسباب كان بقدر دست وتوا وخاي يقول إلى خينية أسباب بقدر دست رزقك هي خاي يقول ده صلاة وتواناي نية بس لو اشتوى وأمش غلطة ومن فعل ذلك طعن في التوكل طعن في الإيمان والكسب سنته كسب سنتي كيا في غمر خاصة صلى الله عليه وسلم في غمر خاصة صلى الله عليه وسلم كسابتي كذا لا ننشتا فمن عمل على حاله أي حال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتركن سنته وبعد دست سنتي في غمر خاصة دست برنداو صلى الله عليه وسلم بله. وقيل عدم الأخذ بالأسباب طعن في التشريع والاعتقاد بالأسباب طعن في التوحيد بله أما برسيالك أما موقف الصح وخطأ بوتان هي نمو إن شاء الله عدم الأخذ في الأسباب طعن في التشريع يعني وكو فراغ اشتت والاعتقاد في الأسباب طعن في شيء عدم الأخذ بالأسباب طعن في التشريع طعن للشريعات كتو أسباب كان ونقري كخوي تبارك وتعالى فرميتي هو الذي جعل لكم الأرض فامشوا في آية كده سورة تبارك فامشوا في مناكبها وكل من رزقه ويقول فرماني كذا كيما أسباب كان والبقرين والاعتقاد في الأسباب طعن في التوحيد أجر تواب زاني بس أسباب كان والبقري تدس تواوتر في عزبة توكلناك أو طعن في التوحيد أو التوحيد كالتوانية شك بيت قدري بله. والأعمال التي يعملها العبد ثلاث أقسام. أو كردواني مروف سيبشن يا كميان هم برسيار. الطاعات التي أمر الله بها عباده. هم كان برسياري. سببا للنجاة من النار ودخول الجنة فهذا لا بد من فعله مع التوكل على الله عز وجل فيه والاستعانة به عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا به وما شاء سبحانه كان وما لم يشاء لم يكن فمن قصر في شيء مما وجب عليه من ذلك استحق العقوبة في الدنيا والآخرة شرعا وقدرا. بله مجمعنا ما تشيء من برسالة كذا أقسام العمل بالنسبة للتوكل أقسام الناس في العمل بالنسبة للتوكل هي كم شيء هي الطاعات التي أمر الله بها عباده أقسام العمل الطاعات التي أمر الله بها عباده أو فرمانني أو طاعتاني كأخوي پروردگار أمري كردوك بندكاني جيبجيكا وجعلها سببا لشيء للنجاة أم نيج روجو تشاكا بهموي عبادات كلا ديني إسلاما تو فرمان فكرة وتشبكي أنجامي دي أما هو كاريك بوشي
بۆ ڕزگاربوونت لە ئاگر لە دۆزەخ وە چوونە بەهەشت هۆکارە بەڵام جەزا نییە هۆکارێکە بۆی بتخاتە بەهەشتەوە بەڵام چکە بەهەشت وەکو پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرمێ کردەوە بکەن فإنه لن يدخل الجنة أحدكم بعمله يعني ئەم کردوانەی تو يعني مقابلی بەهەشت نییە بەڵام هۆکارە بۆچی بۆ چوونە بەهەشت هۆکارە بۆ چوونە بەهەشت بەڵام ثەمەنی بەهەشت نییە وجعلها سببا للنجاة من النار ودخول الجنة فهذا لا بد من فعله أما واجب لسرد پێویستە ئەبێ ئەنجامی بدەی ئەگەر نەیکەی ناڕۆیتە بەهەشتەوە ولا ئەگەریش ڕزگارت ناوێت بەڵام مع التوكل على الله عز وجل فيه پشت بەخوای پەروەردگار بەسی لەسەر ئەوەی کە ئەو طاعاتانە ئەنجام دەی والاستعانة به عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله بۆیە زۆر جار بۆ ئوموری دنیا و ئوموری دینش تۆ ئەم زیکرە مەشروعە کە بیلەی کام زکر لا حول ولا قوة إلا بالله بۆ نوێژ كحي على الصلاة حي على الفلاح بليتي لا حول ولا قوة إلا بالله دوای نوێژە فەرزەکە ذکرەکان یەکێ لە ذکرەکانی دوای سەلام دانەوە چییە لا حول ولا قوة إلا بالله کە دوای وەکە سێجالی استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا حول ولا قوة إلا بالله وهروها بو أمور دنياش لما رو دربي لي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بو إلى أمور الدين والدنيا في وسط بم شتيه بالله ما مست قال يوسف بن أسرار يقال يعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله وتوكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له بالله يعني کردەوەی بکە کە تۆ هیچ شتێک نەجات نادا ئیلا کردەوەکەت نەبێ بۆ ئەم وات لێ نەکات تەوەکوڵ وات لێ بکات پشت بکەیتەوە بڵێ من تەواو بەدەست خوای گەورە تەوەکلم لەسەر خوای گەورەیە و ئەوەی خوای گەورە نووسیبێتی دەست مەکەوێ نە پێوەستی بە چییە بە کردەوە بەڵام تەوەکلەکەت شوا بێت کە بزانی خوای گەورە هەرچی بۆت نووسیوە هەر ئەوە ئەبێ بۆیە کاتێک کردەوەکەی یعنی پشت بە کردەوەکانت نەبەستی بەڵێ القسم الثاني ما أجرى الله العالم به في الدنيا وأمر عباده بتعاطيه كالأكل عند الجوع والشرب عند العطش والاستغفار عند من الحار والتدفؤ من البرد ونحو ذلك فهذا أيضا واجب على المرء تعاطي أسبابه ومن قصر فيه حتى غره بتركه مع القدرة على استعماله فهو مفرط يستحق العقوبة يعني أجر كسي نان نخوة ولا بشت بخواي پروردگار من هروامينم أما وايلتي كلاوازة بي وأنا بمري توانبارة بيننا توانبارة والله وهروها يعني خود لسرما نپاريزي خود لگرما نپاريزي يعني تونيد بي أو نخوي بلي والله من توكلم كل سر خواي جورا أما غلطة هر كسيك شواب كا أو توانبارة بيه والله القسم الثالث ما أجرى الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب وقد يخرق العادة في ذلك لمن شاء من عباده وهي أنواع الأدوية مثلا قد اختلف العلماء الأفضل لمن أصابه المرض التداوي أم تركه لمن حقق التوبة على الله بله ما لو كوشتاني كوا عادة يعني خلقي توش يعني بين الدنيا وكوتشي وهي أنواع كالأدوية يعني توش نخوشيتي درمان بكار بيني وزانيان خلاف يعني يعني كاميان باشترا كسي كان خوش كوت دوا بكار بيني بوي چارە سەری خۆی بکە یان تەوکل کە لەسەر خوای گەورە و تحملی ئەو ئێش و ئازارە بکە بۆی خوای تبارك وتعالى يعني أجر پاداشتی بداتەوە فيه قولان مشهوران
بس نخوشي أم مسألة يعني زاني دو قول هي بزان شيء لهم قولان مشهوران وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أن التوكل لمن قوي عليه أفضل لما صح. يعني إما قولان مشهوران. ظاهر كلام الإمام أحمد يعني ظاهر قصة إمام أحمد شيء التوكل لمن قوي عليه. يعني إمام أحمد فرق كذا بين دوكس ايش كان يعني تواني او هبه كتحملي ايش وازار بك خوي تبارك وتعالى اجر فاداش تدا لسر او صبر قرنو ارام قرني لما صح انه قال ادخل الجنه من امتي 70,000 بغير حساب. يعني حتى هزار كس من امتكم شنو بحشته ببيع حسابه ببيع عذاب كينا وانا هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون. يعني كينا او كسانا لا يتطيرون يعني تشي الطيران نابل يعني رجبيني ولا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية لا يسترقون ولا يكتوون يعني خويا داغنا كان جاران يعني خلق قد زامار بوايا او شونيان داغ كرت بو اوي زوي تشاك بيته او بدينا وعلى ربهم يتوكلون لنهايتها لشي يعني بشت بخوا ابسن بويا ظاهري كم قصي امام احمد شيا كسي كتواناي هبو تحملي هبو كامشتان النكا او بشت بخوا بردقال بستي اما بو او باشتره بله ومن رجح التداوي قال انه حال النبي صلى الله عليه وسلم حال النبي صلى الله عليه وسلم انه حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يداوم عليه وهو لا يفعل الا الافضل. وحمل الحديث على الرقي المكروهه او الرقى المكروهه التي خشي منها الشرك بدليل انه قرنها بالكي والطيره وكلاهما مكروه. يعني اليوي ك يعني تداوي بباشا زاني كإنسان تداوي بك علي أو حالي في غمر خوابه عليه الصلاة والسلام كتشي أكرت يعني درماني بكاره هنا شارسري بكاره هنا عليه الصلاة والسلام هيك لو أني كشارسري بكاره هنا في غمر خواه صلى الله عليه وسلم تشيبو اشتوات النبي لك في غمر خواه صلى الله عليه وسلم زامار به ها ماله قد بيستدعنا في غمر خواه صلى الله عليه وسلم يعني درمان بخواه يعني شتي بكا ك بيت معي أوي ك شار سر بيت بوي عافرين عافرين بالي أو شار سر كدنا في غمر خواه صلى الله عليه وسلم أيام بوي هاورد دستيكرنا أو كو يساوي مشاوي بو أوي تاكي لا بزي أيو كرد سر خوي شوري عليه الصلاة والسلام بو أوي ببيت شار سري أو تايك هيتي صلى الله عليه وسلم. وهروها فرمي طبعا هو حالي في غمر خواه صلى الله عليه وسلم وهو لا يفعل إلا الأفضل في غمر خواه صلى الله عليه وسلم كما تشاك نبوية نيكر يعني دائما أو يكر كباشترين شد به لروي الشرع وهروها لروي دنياوه. وحمل الحديث على الرقى المكروهة وهروها في غمر يعني أم حديثة حملي شيء كين سرويك الرقى المكروهة الرقى المكروهة شيء هو كتو داوي رقية لغير خود بكي هو مكروه كتو داوي رقية لغير خود بكي بلام أجر خود رقية خود بكي يعني كسيك تولي داوانكي رقية بوبكا جايزة يعني جايزة والله جايزة بويا لسر أما حملك ليه التي خشي منها الشرك بو أمان مكروهة لبروي سرع كشبو شي وشري قراردان وات ليتي ضلت ابستريته تشيوا ابستريته او شخص او رقيب وتكرت بوي في غمر خاصه اصلا فرمي بو اوي ضلت نبسته او كسيك الرقيئك او داوي لي مكا كرقيات بك بلام خلقي امسر دم زور بيان امشتيان هي يعني حتى خلق ديت لامان يعني في لم كاكا خنواليته الله بالله اتاني قران خني بالله اي بو رقي خدناكي والله ما مستا يعني ان ايو باشتره يعني أو مرقية أو شاكرة أما بزان أما تشيا أما ضربوا أولياء يعني
پشت بەوە بەستێ بەڵام تو ئەگەر تەوەکل تێبێ سەرخوای پەروەردگار سەبەبەکەتش هەیە سەبەبەکە چییە خوێندنی قورئانە وایە و خوێندنی ڕوقیەکانە یعنی ئەگە زمانی عەرەبی بیان ئەو ئەدعیانە بێ کە لە سونەت هاتە هەر ئەو کەسەی کە بۆتە ئەخوێنێ هەر وەک تۆ خوێنێ و دڵی تۆ یعنی خۆت پەرێشانی حاڵی خۆتی یان مقابلەکەت خۆت پەرێشانی حاڵی خۆتی داواکە لە خۆی پەروەردگار ادعوني ئەستەجیب لەکم و ڕوقیەکان بخوێنە سەر خۆت شفاکەن لای خۆی تەبارەکە و تەعالە لای شەخصە نییە و ئەگەر ئەلێی ئەو چاکترە لە من تو ئەتوانی خۆتت چاکەی خۆت چاکە بۆ یەکێ لە نعمەتەکانی ئەوەی کە خەڵکی تووشی مەست دێن طبعا مەصائب نعمەتە لای خۆی پەروەردگارەوە یەکێ لە نعمەتەکانی ئەوەی کە ئەو کەسە بەخۆیە بچێ دیارە تەقسیرت هەیە کەم تەرخەمی لە عیبادەتی خۆی گەورە و لە ئەنجامدانی تاوان بۆیە تووشی مەس هاتووی بۆیە شەیطان زاڵ بۆتە سەرت خۆت چاکە و ڕوقیە بۆ خۆت بخوێنە و مەڕۆ بۆ لای کەس من ئەلێم مەڕۆ بۆ لای هیچ کەسێ خۆت دانشە لە ماڵەوە ڕوقی خۆت بکە ئەزکارەکانت جوان بخوێنە تاوان واز لێ بێنە نوێژەکان لە وەختی خۆی بکە قورئان بخوێنە سەر خۆت سوورەتی فاتحە ئایەت کورسی چەندێک خوێنی بخوێنە حتا چاکە بی ئەو ئینشاء الله شفا لای خۆی تەبارەکە و تەعالەیە وبارك الله فيكم وصلى